سلام، أنا نسمة. مرحبا بكم من جديد في قصة من القصص المتتبعات ديالي. أنا لينا، عندي 17 عام، تخرجت من الثانوية ودفعت للجامعة والحمد لله تقبلت فيها، ولكن كانت في مدينة من غير المدينة اللي ساكنة فيها، وخاصني ضروري نسافر ونعيش بوحدي. ولكن الحمد لله كانوا معايا جوج ديال البنات من نفس المدينة، وحدة سميتها سارة وحدة سميتها رهف. تقبلوا حتى هما في نفس الجامعة وخا ماشي نفس التخصص. قررنا نسافروا كاملين ونمشيو للجامعة، وكلنا تقبلنا في السكن الجامعي، وكنا حنا بثلاثة في غرفة وحدة، ومعانا واحد البنت ما كنعرفوهاش. قدينا الأمور ديالنا وبدينا كنقراو في الجامعة. من بعد واحد الأيام قليلة فقت في الصباح بكري باش نمشي للمكتبة، حيت واحد الأستاذ طلب منا نقراو واحد الكتاب ونلخصوه. مشيت بكري باش نلقاها خاوية ونقلب على خاطري. وصلت للمكتبة وفعلا لقيتها خاوية، ما كاين حتى واحد من غير المسؤولة على المكتبة. دخلت قلبت على الكتاب اللي بغيت، وملي لقيته مشيت عند ديك السيدة باش ناخدو ونقراه ونرجعو. وانا كنشوف في الباب لاحظت واحد الحاجة غريبة، وقدام المكتبة كاينه واحد الجردة والجو مضبب وكان البرد بزاف. شفت وسط ديك الضبابة شي حاجة بيضة واقفة قدام الباب وما كتحركش. سالات ديك السيدة من تسجيل المعلومات وعطاتني الكتاب، وسولتها وقلت ليها شوفي لهيها قدام الباب واش كتبان لك شي حاجة. هي دارت باش تشوف ودرت حتى انا باش نشوف، ما لقيت حتى شي حاجة. داكشي اللي كان واقف تما كاينه ما بقاش، طار. هنايا برد ليا لما في ركابي. هزيت الكتاب ومشيت كنجري للبيت ديالي، لدرجه انا كنجري وكنحس بلي شي حد كيجري مورايا. كندور كنشوف مورايا ما كنلقى حتى شي واحد وككمل الجرة. كنظن بلي بزاف فينا عاش هاد الاحساس اللي عاشتو لينا. المهم نعاود نرجع للقصه ديالها. وصلت للبيت بخير وعلى خير. عاودت للبنات هادشي اللي وقع ليا، ولكن حتى وحده فيهم ما تيقاتني. قالوا لي يمكن غير كنتي كتخيلي. المهم قلت لهم يلا نفطروا، ومشينا فطرنا ودوزنا السوايع اللي كانوا عندنا داك النهار. والبنت الرابعه اللي كانت معانا كانت سميتها منى، وكانت واحد البنت ما كتخافش وكتبغي بزاف تغامر. وبصراحه كاملين كانوا ما كيخافوش وكيبغيو كاملين يغامروا، الا انا كنت كنخاف بزاف. ناضت منى قالت اش بان ليكم البنات نطلعوا للسطح ديال السكن الجامعي ونشوفوا شنو كاين تما. رهف وساره قالوا نمشيو، ولكن انا قلت لهم بلاتي انا ما معاكمش في هذا الشيء. ولكن بقاو كيقنعوا فيا حتى وافقت. اتفقنا مع منى نتلاقاو مع 9 ديال الليل ونطلعوا للسطح. انا كنت حاسه بالخطر، تنقول غنمشيو للسطح البلاصه اللي ما كيطلع ليها حتى شي واحد بالليل وما عارفين شنو غيوقع. ولكن هما ما كانوش كيسمعوا ليا. وملي وصلت 9 طلعنا، انا شاده التليفون ورهف كتصور فيديو، وساره دايره البيل ديال التليفون باش تضوي لينا الطريق، وانا لاصقه في منى من كثره الخوف اللي فيا. وصلنا للسطح، شفنا السما وكانت عامره بالنجوم وكانوا زوينين وواضحين. واحد اللحظه وحده من البنات قالت لينا انا مليت يلا نديروا شي حاجه. بداو كيتحمسوا وكيحمسوا بعضياتهم، يلا شنو نديروا. حتى قالت ليهم منى اجي وطلوا لتحت شوفوا واحد المنظر راه كيخلع. ومشينا طلينا وبالصح كان واحد المنظر كيخلع، كان عالي بزاف. شويه كنسمعوا واحد الصوت جاي من الباب ديال السطح، وحنا كاملين خفنا بزاف. مشات منى اللي هي الزعيمه فينا باش تشوف شنو كاين، وهي تقول لنا ما كاين والو. شويه وهي تغوت ساره وراك كتشوف مورا ساره وهي خايفه بزاف. درنا لقينا ساره تلاحت من السطح، وكانت الجامعه فيها 11 طاج بدون مقدمات وعلى غفله. طمات ساره وبقينا كاملين مصدومين، ما عرفناش شنو نديرو ولا شنو نقولو. قلنا اكيد البنت ماتت، مستحيل تبقى حيه من بعد هاد الطيحه هادي. ولكن ما غاديش نخليوها حتى الصباح. طلينا لقينا الحراس جاو عندها، بدينا كاملين كنبكيو وخايفين. قلت لهم شنو غادي نديرو دابا؟ قالت لينا منى يلا نهربوا، حيت الا شدونا البوليس غادي ندخلوا للحبس ما فيهاش. رهف شدات منى
قالت ليها ما غادي تهربي حتى بلاصه، غادي تبقاي حتى يجيو البوليس وبزز منك غتعاودي ليهم كل شيء بالضبط. منى ضربات رهف، قالت ليها المكلخه راه غادي تدخلي للحبس وغيضيع المستقبل ديالك اللي على وديتو جيتي لهنايا. في هاد الوقيته اللي كانوا كيتضاربوا فيها طلعوا الحراس وشدوهم، وجات الاسعاف وجاو البوليس ومشاو وكيحقوا معانا كاملين، وقالوا باللي ما كاين حتى شي حاجه كتبرئنا، ولكن كانت رهف كتصور بالتليفون ديالها اللي كانت فيه البراءه ديالنا انا ورهف، مسجل فيه الوقيته اللي غوتات فيه منى. ساره كنت انا ورهف شادين في الدين بعضياتنا. المحامي ديال ساره قال علاش يطلعوا للسطح في داك الليل الا ما كانوش ناويين يقتلوها. قالت ليهم رهف باللي منى هي اللي قالت لينا نطلعوا للسطح ونعيشوا مغامره، وحكموا على منى بعامين ديال الحبس، وساره ماتت الله يرحمها. وانا ورهف ما بقيناش عاودنا مشينا لشي جامعه ولا فكرنا حتى نكملوا قرايتنا، حيت بقات فينا ساره بزاف. وداز ايام وعرفت باللي هاد الجامعه معروف عليها باللي مسكونه وكيوقعوا فيها هاد الحوادث بحال هاد الشكل اللي وقع لينا. كانت هذه قصه ديال المتتبعه. يمكن لكم ترسلوا لي القصص ديالكم في الانستغرام اللي غادي نخليه لكم لتحت في صندوق الوصف. الى اللقاء في قصه جديده ان شاء الله.